يا سلام على هالفروجة المشوية، عن جد مثل فروجة العسيخ. شايفين الجلدة شلون دايبة، ما شاء الله. عن جد ولا أطيب، بنصحكم تجربوها بالكيس الحراري كأنه فروجة مشوية على الماكينة. تعالوا معي نشوف الطريقة. هون عندي الفروجة غسلتها وجرحتها. عندي هون لبن تقريبا نص كوب، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بهار، معلقة صغيرة ملح، ونص عصير ليمونة، ورح أضيف كمان الزنجبيل. حركهم كتير منيح مع بعض. ورح أضيف شوية زيت زيتون. الله. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وراح أخلطهم كتير منيح مع بعض وأضيف عليهم اللبن. فيكن تنقعوا الفروجة قبل بيوم بهي التتبيلة، أو على الأقل 6 ساعات أو ساعتين على كيفكن براحتكن. بس أنا ما كان عندي وقت واشتغلت فيها رأسا، تتشرب التتبيلة كتير منيح وبتصير ولا أطيب من هيك. وهون عم حاول دخل التتبيلة بقلبها كتير منيح مشان تتشرب فيها. كل ما تركتوها منقوعة كل ما كان أحسن، إذا كانت منقوعة 6 ساعات أو هيك. شايفين شو عم دلل الفروجة ودلكها. هلا رح أحطها بالكيس الحراري. وأهم شغلة إنه تجيبوا السكينة أو شوكة أو أي شي، تبعجوا الكيس الحراري وتربطوا الكيس الحراري كمان. بدكم تبعوجوا الكيس الحراري منيح. شايفين النتيجة؟ يا سلام، شغل أبو راتب. بتمنى تجربوها. شايفين النتيجة؟ ما شاء الله. انصحكم تجربوها لأنه كتير كتير طيبة. سلام.